السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اهم حاجة اللايك عشان الفيديو يوصل ويتشاف بكم ان شاء الله بإذن الله، والقناة تكبر ونبقى احلى عيلة في الدنيا. زي ما انتوا شايفين كده، النهارده هنعمل بقى صينية بطاطس كده بالفراخ، بس ايه، جميلة وتحفة وسهلة جدا، وهنعملها مع بعض وتشوفوا الطريقة وتقومي تجربيها على طول. اول حاجة كده انا جبت كيلو من البطاطس، قطعته كده بالشكل ده، ما قطعتوش لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي، علشان ايه تبقى في المعقول كده عشان تستوي مع الفراخ. وجبت 3 بصلات بشرتهم كده في الكبة. لما تبشري البصل غير لما انت تقطعيه بايديكي كده، اما تبشريه بيديكي صوص كده وبيديكي تسبيكة جميلة جدا للبطاطس. جبت البصل ده بعد ما فرمته في الكبة، حطيت عليه ملح وحطيت عليه فلفل اسود وبهارات فراخ وسبع بهارات وكمون وكزبرة. بعد كده ايه، حطيت بعد ما تبلت البصل وسبته شوية، نزلت عليه كده بالفراخ، دعكت الفراخ كده بالبصل دي وسبتها كده على الرخامة لمدة ساعة. اسيبها كده منقوعه في البصل كده لمده ساعه. وجبت بقى كيلو من الطماطم، لازم تكون الطماطم بتاعتي حمرا علشان تديله لون احمر وحلو كده للتسبيك. انا عاوزه اقول لكم حاجه، لو في صوت طالع في الفيديو ولا حاجه فمعلش اعذروني، لان احنا ايه، في ارياف وكده وفي الشارع كده حاجات واقفه في الشارع، معيز وحاجات من دي، اسفه يعني لو الصوت بتاعها بيطلع في الفيديو. بعد ما فرمت الطماطم بتاعتي كده، جبت الطاسة بتاعتي اللي هشتغل فيها، وحطيت فيها معلقتين كبار من السمنة او الزبدة او السمنة البلدي، وعليها كده معلقتين من الزيت. هسيبهم يسخنوا قوي، وهشيل الفراخ بتاعتي من البصل، هنزل معاها البصل خالص علشان البصل ما يتحرقش وانا بحمرها، وهديلها كده لون خفيف الاول قبل ما انزلها في صينية البطاطس. هديلها صدمة كده ولون خفيف كده علشان ايه، آه تدوني طعم ولون حلو يعني. جربي صينيه البطاطس ديت، هتدعيلي عليها ان شاء الله تعجبك وتعجب اسرتك كلها. كده الزيت بتاعي سخن خالص، نزلت في قلبه الفراخ كده، ومش مش هقلبها خالص غير لما اتاكد ان هي اخدت لون، او يعني ايه الجلد كده مش ماسك في الطاسه او في الحاجه اللي انت بتحمري فيها. زي ما انتم شايفين كده، هبدا بقى ان انا اقلبها. هي مش شرط عندي ان هي تاخد لون قوي، يعني انا كده كده هحطها في الفرن تحت الشوايه هتاخد لون حلو. انا بس عاوزاها ان هي تاخد صدمه كده وتغير لونها وخلاص، عشان تديني طعم حلو كده لصينيه البطاطس. خلاص كده قلبتها كده زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ان انا اطلع الفراخ بتاعتي، وهجيب البطاطس هصفيها من الميه اللي انا نقعها فيها، وهبدا ان انا ايه، اشوح كده البطاطس مطرح الفراخ. الزيت او السمنه ديت مطرحه الفراخ فيها بصل. شايفين كده الريحه بجد تحفه وجميله جدا. هنزل بقى البطاطس مطرح الفراخ كده، وهشوحها برضو تشويحه دقيقتين كده 3، وبعدين هنزل فوقها بالبصل اللي احنا بشرناه. هديلها كده تشويحه بسيطه كده مطرح الفراخ، تاخد طعم وريحه الفراخ. كده هوت شوحت البطاطس كده هوت زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى بالبصل بتاع المبشور اللي متبل ده، اللي ريحته فظيعه وجميل جدا. هنزل فوق البصل واقلبهم فوق البطاطس، واقلبهم كده كويس مع بعض. الطماطم بتاعتي فرمتها وتبلتها طبعا، حطيت عليها ملح وسبع بهارات وكمون وفلفل اسود وكزبره.
وهنزل بقى كده بنص الطماطم بتاعتي على البطاطس والبصل، هقلبهم كده مع بعض، وبعدين ارص الفراخ على وش صينيه البطاطس، واحط بقيه الطماطم بتاعتي كده، ارص الفراخ كده على الوش. هنزل بقى ببقيه هنزل بقى ببقيه الطماطم بتاعتي اهوت. وخلي بالكم يا جماعه علشان ما يحصلش معاكم اللي حصل ده، وعشان ما يحصلش حاجه لا قدر الله، يعني ربنا يستر. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تحطي لي بقى لايك، وعشان الفيديو يكبر ويتشاف بيكم ونبقى اكبر عيله في الدنيا. كده خلاص سبتها على النار لحد ما بدأت ان هي تغلي كده، وانا مشغله طبعا الفرن بتاعي على درجه حراره عاليه. هدخلها بقى في قلب الفرن. شايفين ريحتها تحفه وجميله جدا، هي مستويه لكن انا اللي ما كنتش عارفه اكسرها علشان هي سخنه. طعمها تحفه جدا جدا، والتسبيكه بتاعتها وعاطيه صوص كده جميل. و يا رب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش بقى لايك وش لو عجبكم الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.